السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. ازيكم؟ فيديو صغير كده بس عشان ايه؟ عن ماتش الزمالك والإسماعيلي وماتش المصري والاتحاد. هنبتدي كده نقول بسم الله. الراجل اللي اسمه جروس دوت تعبان يا قلبي، والله العظيم. انا الفيديو اللي قبل ده قلت لكم يعني الاسماعيلي ده فرقه، يعني بغض النظر النادي الاسماعيلي نادي كبير بس الفرقه فاضيه ومدرب بتاع على قده يعني بتاع. فانت مستني، يعني انا نفسي افهم هتستنى ايه عشان تكسب فرقه زي الاسماعيلي دي؟ فرق سكور مثلا، تستني ايه؟ يعني افهم بس، يعني حاجه، يعني ليه افهم بس. بتلعب قبل ما انسى، انا قلت لكم ان المدرب اللي يغير مركز لعيب ويحطه مش في مركزه يبقى مدرب فاشل. دي خلصت، يبقى جروس ده فاشل. ليه بقى؟ لعب شحاته باك رايت. امال احمد محمود اللي قاعد بره ده انت جايبه باك رايت ليه؟ عشان ايه؟ ادي نمره واحد. نمره اتنين، آه هو جهاد ما بيلعبش في خطة 4-2-3-1 العقيمة دي بتاعتك، بتاعت جروس ده قصدي. بيلعب في خطة 4-3-3. فيا إما تلعب ب4-1-4-1، يا إما تلعب ب4-3-3، أو تلعب ب4-1-2-3. إنما أربعة هو جهاد كده، يعني عشان كده جهاد ما كانش باين كويس. وأنا بقول أهو ولغاية دلوقتي وهقول تاني، جهاد وشحاتة هيبقوا أحسن هافات في مصر بس يلعبوا في مراكزهم. وانا هو وسجلوا الكلام ده عليا ماشي. ومعاهم كمان محمد السيد. يعني محمد السيد انا قلت لكم عليه من اول واحد في مصر اتكلم على محمد السيد في مصر كلها وانا اتحدى. آه، فهو لاعب كده اتنين لعيبه مش في مراكزهم. هنقول ان السيد لعب قدامهم بين شلبي وبين زيزو ماشي، مع ان ده برضو مش مركز السيد. مركز السيد ما هو خطة 4-3-3. الميكالي بيلعب بيها كده 4-3-3. التلاتة اللي في النص دول زي ما احنا قلنا بيبقى مهامهم مركبة. بيبقى مهامهم مركبة. فمش أي حد يلعب في خطة 4-3-3. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، عايز تكشف أي حد وتكشف مدرب أو تكشف لعيب خليه يلعب ب4-3-3. وإذا كان المدرب ده كويس هيبان في خطة 4-3-3 بالذات، واللعيب هيبان في خطة 4-3-3. لأن المهام في خطة 4-3-3 بالذات في التلاتة اللي في النص مهام مركبة مع الوينجين اللي على الطرف. فدي حاجات يعني مهمة جدا. فهو انا مش فاهم لغاية دلوقتي يعني هيلعب بفرودين امتى؟ لا هو شايف الاسماعيلي يعني تعبان فاهم ايه؟ اما خرج الجزيري ومنزل حسام اشرف. يا عم ده الجزيري هو اللي كان بيتحرك قدام، اجدع من زيزو واجدع من شلبي كمان. كانت تحركاته العرضية دي كانت مهمة جدا. طب انت مخرجه ليه؟ هو عمل ايه هو الجزيري كان وحش يعني؟ مش عارف. طيب، يعني اول غلطه احمد محمود ما لعبش ليه في الباك رايت بتاعه، ادي غلطه. ما هو دون بيقلل من كفاءه اللعيب. قلنا الكلام ده مليون مره وهفضل اقوله وهفضل اعيده. المدرب اللي بيلاعب لعيب مش في مركزه يبقى مدرب فاشل. جميل. وبعدين التغييرات، ناصر ماهر مكان السيد ماشي، كان اخد انذار وخايف عليه من الطرد، جميل ماشي. حسام اشرف مكان، ما تسيب يا عم، ما تسيبهم يا عم يلعبوا في الودين يا عم وخلص الماتش وهات الجون التاني اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. هو فرقة الاسماعيلي اصلا فرقة يعني ناشئة على قدهم كده يعني. زائد المدرب يعني برضو، ده في اتنين لعيبة نزلوا في الاخر كان مقعدهم بره، هم اللي كانوا بيلعبوا الزمالك في اخر ربع ساعة. مش عارف انا، في مدربين كده والله التدريب في خطر في مصر يا جماعة. لما الناس دي هي الواجهة بتاعت مصر، بتاعت الأندية بتاعت مصر. والله العظيم التدريب ده في خطر في مصر. احمد محمود مكان شلبي، مش عارف. وقام منزل، خد بالك بقى شوف العبقري، قام منزل شحاته في النص
وقام رجع احمد محمود باك يمين. طب ما كان من الاول يا ابني تنزله باك يمين. قعدت الف وبنتايج جهاد خرج عشان كان تعبان. ما هو من الاول خالص كان احمد محمود ده لاعب باك، وكان شحاته في النص. وبعدين المفروض اي لاعب جديد نازل ما تلعبوش كده اول ماتش. احمد حسام كان يلعب لان احنا ما عندنا اصابات ومفيش مساك تاني، فكان لازم يلعب. زي ما انا قلت لكم على في ماتش السوبر على بنتايك، ما عندناش باكات ليفت، لازم يلعب. واذا ما كانش يلعب كويس يتمشى. وانا اول واحد قلت على بنتايك ده لاعب ممتاز لان كنت بتفرج عليه في سانت تيان. وبعدين المعلم اللي اسمه دونج ده هو جاب جون عالمي. ده اي حد بيعدي منه. هو مش عارف ان هو هاف ديفندر؟ لا، يعرف وجبات مركزه ان هو هاف ديفندر، هاف مدافع. شغلته ان هو يقطع الكوره، مش يجيب جوان ويعمل لي عنتر ويخش. لا، ده بعد كده بقى المهمه التانيه، بعد اللي انت لما تقطع الكور وتسلمها، ان انت ممكن تجيب جون، ممكن تعمل اسيست، مع ان ده مستبعد يعني الحاجات دي ماشي. انما المهم ده اي حد بيعدي منه. الشوط الاول زي نفس الموضوع بتاع بيراميدز، الكره اتقطعت من نادي الزمالك تيك، بيعمل عايك لوحده. ما توقف يا عم، انت شغلتك توقف الكوره، توقف الهجمه بتاعت المنافس. ما تعمل معاه فاول يا سيدي، هتاخد انذار ما تاخد انذار، ما دي شغلتك. حاجه عجيبه. هو ده برضو اللي انا حبيت اتكلم عليه في ماتش الزمالك والاسماعيلي. طبعا الراجل ده فاضي اللي اسمه جروس ده، وطالما لاعب. بص، اكتر حاجه تبين لك المدرب ده تعبان ان هو لاعب لعيب مش في مركزه، يبقى تعبان. مبروك للزمالك، يعني اخد ماتش كويس. وبيقول لك حسام اسمه بلانتي للاسماعيلي. بلانتي ازاي يعني؟ عايز افهمها، مش فاهمها، عايز افهمها ازاي دي. مش عارف يعني هو مثلا، يعني هو مسك يعني الكوره لعبها وهيمسكها بايده. ما تفكروا يا جدعان شويه، بطلوا جهل بقى. نخش على ماتش المصري والاتحاد. الكابتن علي ماهر، الخطه جميله بس نفسي اعرف بيلعب في التشكيل ليه. مش عارف يعني التشكيل، يعني مش عارف. يعني مفيش لعيبه يا جدعان. الماتش اللي فات تلاقيه مغير 6 لعيبه، الماتش ده مغير برضو 7 لعيبه. مش عارف ما بيثبتش اللعيبه ليه. مش عارف. اه يعني الحسنه الوحيده اللي شفتها في الماتش بتاع المصري والاتحاد ده، ان حسن علي بقى عارف مهام واجبات الباك ليفت. بس لسه شويه، لسه شويه. لان انا كنت بلعب وينج ليفت وباك ليفت، أو كنت اخد الحته دي كده، كنت اخدها كده يعني بالتبادل مع صديقي العزيز وحبيبي احمد الدسوقي طبعا، اللي علق على الفيديو اللي فات، كابتن الكبير احمد الدسوقي. ف انا بتكلم على هو لاعب حسن علي باك برضه. هو ده طبعا قلت لكم ان اللي غير، بس هو الظاهر يعني، مع ان كان السعداوي قاعد بره. طب ما بتلعبش السعداوي ليه؟ كنت بتعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ انا ما شفتش حسنه، يعني ما شفتش حاجه عادله يعني بالتغيير ده. انا ما شفتش حاجه، يعني انا ما شفتش حاجه الا ان مثلا ان هو كان بيلعب 4-2-1-3. هو ده اللي انا فهمته، ان هو كان بيلعب 4-2-1-3، وكل واحد في مركزه يعني ما الفش. واول مره يلعب الغندور قدام الاثنين اللي هم الرفض. هو ده الشغل، هو ده. هي دي اصلا اللي هي خطه 4-3-3، اللي هي بتبقى الهافين اللي في عجام. عشان كده بقول لكم 4-3-3 دي خطه رهيبه، مشكله كده، تعرف تلعب بيها زي يا اما تلعبهم فلات، يا اما تلعبهم راس مثلث، يا اما تلعبهم مثلث مقلوب. يعني خطه رهيبه. بس بقى الكوتش اللي يقرا الملعب كويس. امبارح كان في سيطره من النادي المصري ممتازه جدا. بس المشكله بقى في التحولات بتاعت الاتحاد، كانت خطره جدا. المفروض بقى كان المعلم اللي اسمه حماده ده والجوهري دول كانوا يبقوا ثابتين. هو التاني بقى مش عارف بقى قال لهم، ولا انا يمكن اللي انا شفت مثلا ان مش دي الخطه، انا مش عارف. ولا هو كان بيلعب. لا، بس انا اللي انا شايفه ان كان الغندور كان متحرك، كان كويس جدا، وكان بيلعب قدام الاثنين هاف ديفندر، والثلاثه اللي قدام. هو ده اللي انا كنت بنادي بيه. وبعدين يا معلم حسن علي، انا مبسوط منه جدا الصراحه. بدا يعرف الباك ليفت بيعمل ايه وكده يعني.
الظاهر حد قال له يسمع الفيديو، يشوف الفيديوهات ويقرا مهام الباك ليفت. المهم جون اوبوكا قاعد بره ليه مش عارف. ما كنت تنزله مكان ليستويل ده، من كونا ده، ولا مش عارف اسمه ايه، ليستويل. ما كان ينزل مكانه من اول الماتش وكده. جون اوبوكا قلب الملعب خالص، قلب الملعب. ما قعدوا ليه بره مش عارف. حد يبقى عنده جون اوبوكا بره ويقعده؟ مش عارف برضو. ما بحبش يعني، عشان بس ما تقولوش حسن علي ما كانش المفروض يلعب باك ليفت. طب ما عندي عمرو السعداوي جاهز، ما هو منزله اهو في الدقيقه 90. ليه مش فاهم. وبعدين الفاولات، انا لو تفتكروني اتكلمت عن الموضوع ده في الكونفدراليه. الفاول لما بيبقى في نص ملعبك ما تطلعش قوي كده تكشف الاوفسايد على خط ال 18. غلط جدا، غلط غلط. المفروض تبقى بين نقطة الجزاء، يعني نقطة الجزاء بين، يعني تقف بين نقطة الجزاء والحارس المرمى بتاعك، يبقى واقف على الستة كده، فاهمني؟ مش تطلع بره. لان ده جا جونين جابوهم فينا الاتحاد الليبي ده، ولا مش عارف كان اسمه ايه، النادي اللي احنا قابلناه في الكونفدرالية قبل المجموعات. مش متذكر اسمه قوي. الجونين كانوا نفس التيبيكال، وكان الاتحاد هيجيب جون فينا كده. الفاول التاني بقى وقفته مظبوط. يا عم كابتن علي ماهر، حفظ لعيبتك. مش هما اللي، لا، الحاجات دي فيه لازم المدرب هو اللي يحفظ اللعيبه، مش اللاعب هو اللي يقول اطلع اعمل. لا، في ثوابت في الكوره، ثوابت في الكوره. ان الفاول لما يكون كذا، عارف ليه؟ عشان انت بتدي مساحه لحارس المرمى بتاعك، انما انت كده كاشف حارس المرمى بتاعك خالص، انت كاشفه. انما لما كل ما انت تبقى في حضن الحارس بتاعك، الحارس بتاعك ممكن يقدر يتحرك، يعرف يشوف الكوره. انما دي الكوره جايه وانت مكشوف، وهم اللعيبه بتجري، مش هيلحق يلم نفسه الجون. مش عارف انا الكلام دون، يعني هل يعني صعب؟ يعني الناس دي ماسكه، مش عارف. التدريب، والله التدريب في خطر، اقسم بالله في مصر لما المدربين مش عارفين يقولوا للعيبه بتاعتهم الكلام ده. ما اعرفش، ولا هو اللي قايل لهم كده، تبقى نصيبه سودا. ده ان ده حاجه غير طبيعيه يعني في الكوره. آه هنقول تاني. جون إيبوكا لو موجود يلعب من الأول. وبعدين نفسي تثبت تشكيل للنادي المصري. نفسي أعرف، يعني أنا بقول التثبيت بتاع التشكيل ده بياخد الكيمستري. مش عارف هو هيفهم الكيمستري دي ولا مش هيفهمها ولا إيه. الترابط بتاع اللعيبة ما ينفعش، ما ينفعش. أنا وزميلي مثلا بنلعب على طول، ففاهمين بعض من غير كلام، باللمسه والهمزه وعلى طول. هو يسمع بس دبه رجلي من وراه، وانا اسمع دبه رجله وهو بيجري من ورايا، ارميها له. انما تقعد تلعب في التشكيل مره واثنين وثلاثه وعشرة، مش عارف. المهم مبروك للزمالك ومبروك للمصري، ان شاء الله كده دايما في انتصار الفرقتين. واهم حاجه ان الفوز المتتالي ده هيدي للفرق ثقه. واهم حاجه برضو المديرين الفنيين دول يصحصحوا كده معانا. لحسن احنا بنشوف يعني كرة عجيبة من العالم دي والله، سواء جروس سواء الكابتن علي ماهر. شكرا لكم، وما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.